ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. تشتركوا لايك الجميل والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. حطيت توم. تعالي بقى نرجع لايام ستي وستك وقرايبنا كلهم. ايام زمان بقى كان بيستخدموا الهون ده، بس بصراحه ايه، يعني حبيت ان انا اعمل معاكم كده، خصوصا ان الكبه لسه ما جاتش. لما تيجي بقى نبقى نكمل الباقي عادي، يعني ما فيش تعب ولا اي حاجه. حطيت جي 5 فصوص توم وعليهم قرن شطه وواحد فلفل. ضربته بقى كده، ضربته ايه دقيته في الهون. وطبعا اظن في ناس عارفه انا هعمل ايه. نزلت بقى بايه، هرست الشطه دي انا شاريها جاهزه، تقيله موت موت موت، بس حلوه قوي وحاميه جدا جدا، بجد حلوه. جربي الوصفه بتاعتي دي وصدقيني هتعجبك. انا هنا كنت بعمل ايه، حطيت اللايك بتاعك، حطيت الاشتراك، يلا عشان نكمل مع بعض بقية الفيديوهات الجاية. انزلي بقى بليمونية، عصريها كده. يبقى احنا حطينا ايه، حطينا الفلفل الالوان مع الفلفل الشطة والفلفل وليمون مع الثوم، كل ده حطيناه في الهون. خلاص. عايزه اقولكم النهارده كان يوم بسيط خالص، محبتش بقى ايه، زهقت بقى من حوار رز ومكرونه ولحمه وفراخ وكفته. لا لا، حبيت اغير بس شويه. انزلي بقى بمعلقتين كبار خل، او حطي خل زي ما انت عايزه، بحب الخل قوي مع الحدق ده، بودي في حته تانية. انزلي بقى بمعلقه ملح كبيره، برضو لازم يبقى حادق. ورشه كمون وكزبره ناعمه، وبس. ما تحطيش حاجه تاني. عندك شطه حمرا حطي، بس أنا اللي كانت عندي كانت حاميه قوي، وانا حاطه هرست الشطه اصلا حاميه، فقلت لا بلاش، خلينا في حاجه واحده بس هي اللي حاميه، وقرن الشطه كمان كان حامي، فكفايه قوي حمو لحد كده. زي بقى بشويه الكزبره بتوعك. انت ساكته ليه؟ صلى على النبي. قلبي قلبي كله، بصي، ياه يا بجد، بيودي الطعم في حته تانية خالص. معلش، الحدق ده ما بعمله في التلاجة، ما بحطش عليه بهارات خالص، وبجهز كل حاجة والثوم والفلفل، بس بحط عشان احفظه بحط الملح وعلى وشه زيت بس. يلا انزلي بقى كده. طالما ما عنديش بقى بتنجان اسود، عندي البتنجان ده، فهضطر اقطعه تقطيع كده. انا ساعات بقطعه طرنشات طويله كده، يا اما حلقات، يا اما بالعكس معايا زي ما انا بعمل كده. والله زي ما انت حابه قطعيه، زي ما تقطعيه. متنسيش تصلي على النبي وتكتبي لي كومنت حلو منك، واللي مشتركين في اللي ما اشتركوش في القناه يشتركوا عشان نعمل بقيه فيديوهاتنا. في ناس كتير قوي عندي مشاهدات كويسه، بس ما فيش اشتراك. ينفع كده تزعلوني؟ انزلي بقى، هما دول كانوا ايه، هيتبالوا كده مني، لا فهلحقهم بقى. ايوه انزلي كده، ما شاء الله. بجد انا عملت يعني مش كتير ولا حاجه، هو طبق على قدنا عشان خاطر ما فيش حاجه تقعد، بالعكس لما بزود وبيقعد في التلاجة والله بيبقى طعمه حلو برضو، ما بتفرقش يعني في الطعم، مفيش اختلاف. ايوه خلاص. شلنا بقى الراس بتاع قرن الشطه كده، وفتحنا فتحه بسيطه قوي من الجنب. جبت بقى الملوخيه الناشفه بتاعتي وحلاوتها بقى. عندي شوربه تقريبا، كانت شوربه لحمه ولا فراخ، والله ما فاكره. عندي شوربه في الفريزر، طلعتها وفككتها. نزلت عليها بقى بالايه، آه بالملوخيه الناشفه. كانت عندي خالتي يعني جايبها لي وكده، وكانت عاملاها بصراحه، بس كانت حلوه. بصوا، انا بقى بحب الملوخيه. انا كنت الاول بجيب لها حاجه كده، كيس كده بتاع البهارات للشوربه، اللي هي الحاجات الخضرة بقى زي القلقاس والملوخيه، الحاجات اللي هي دي. بصي، ما شاء الله ما شاء الله، بجد كانت حلوه قوي. بصي، لسه بقى نسيبها تدي غلوه، نكون جهزنا بقى الطشه بتاعتها، الثوم والكزبره.
انا هنا حبيت اوريكي والله الكاميرا ظلماها بجد. فكرتوني، عايزه اشكر كل اللي بيتفرجوا عليا وبيدعموني. وبجد انا مبسوطه قوي ان في ناس بتتابعني. يلا بقى هاتي معلقه سمنه كده، او زبده او اي حاجه دهنيه عندك او زيت برضو مش هتفرق. انزلي بقى ايه بخمس ست فصوص توم كده. تمام. قلبي بقى الحلويات دي كلها في بعض لحد ما ناخد اللون اللي احنا عايزينه. قلب 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 قلب. ما شاء الله ما شاء الله. بصي ما شاء الله. بجد كانت اكله حلوه وبسيطه وسهله. نزلنا بقى بشويه الكزبره وقلبناهم كده. بصي بقى الحلاوه اللي جايه دي، بصي الجمال. انا هنا بقى قلبتها كده من فوق لتحتها. بصي الجمال، بصي بصي، هي دي اللحظه الحاسمه. ما شاء الله بجد كانت حلوه قوي. انزلي بقى كده. انا بقى ما كفنيش بقى الطلعه دي، ما كفتنيش بقى. اجيب ايه، اعمل ايه تاني؟ انزل بقى بالحله دي شويه كده في قلب الطاسه، تعمل التش بتاعتها دي تاني. ونرجع نحطها. بصي، امال ايه، وانا يفوتني؟ مش حاجه تفوتني. هي نازله بقى. بصوا 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 المنظر بجد تحفه. جربيها ومش هتاخد منك 5 دقايق. والله 5 دقايق مش هتاخدهم. ايوه. بصي الجمال، بصي الملوخيه. ولا تقولي لي بقى خضره، انا ما باكلش الخضره عامه. يلا بقى حمرنا بقى طبق البتنجان والشطه، ننزل عليه بقى بالحدق. فرق معايا قوي حوار الحدق ده بصراحه. كنت انا عندي اصلا في التلاجة جاهز، بس انا قلت لا، بدل ما اجيبه جاهز بقى وكده ولسه واحطه واقول لكم انا عملت ايه، خليني اعمله معاكم وخلاص. قلب قلب قلب. يا حلاوه. بصي بقى، انا هنا لسه في عندي شويه، وانا اصلا بحب يبقى فيها ايه، يعني ميه كده. فبق ميه بسيط قوي قوي. انزلي بيه كده زي ما انتي شايفه. انا كان ممكن اقولك احط خل واحط ليمون، بس انا حطيت كفايه خلاص. انا بحب الحته الاخيره دي، طعمها بيبقى حلو قوي. وعندي جوزي بيحب البتنجان ده ويحب الطبق كده، حتى لو حطيتيله جنب اي اكل بيحب حاجه زي دي. يلا بقى جبنا ايه، بطاطستين 2 كده قشرناهم وعلقنا عليهم مع شويه ملح. جيت بقى طلعت الجرجير عندي في التلاجة، والبطاطس بعد ما خلصت حطيت عليها ايه، شعرة فلفل اسود وكمون، لا، شعرة فلفل اسود وكركم وكاري بس. وقلبتهم في بعض وخلاص، مفيش حاجه. حطيتها في الطبق. حطوا كركم وكاري على البصل على البطاطس حلوه. وهنا خلاص خلصنا من الملوخيه، فانا مش هغطيها بقى عشان ما تسقطش في الحله، فسبتها مكشوفه شويه وخلاص. خلاص هنا بقى كنت جهزت كل حاجه، وقطعت طبق طماطم وخيار كده، حاجه خضره برضو جنب الاكل، بحب الحاجات الخضره دي قوي. بصي الملوخيه، بصي الجمال. ما شاء الله بجد كانت حلوه قوي. يلا اشوف وشكوا على خير، وجربوا الوصفه بتاعتي في طريقه البتنجان او الملوخيه. وفي ناس كتير على فكره بتعمل زيي، انا مش لوحدي اللي بعمل كده. بس بصراحه بقى، وابو مهيد جاب لي العيش.